أكبر حادثة إرهابية في تاريخ استراليا كلها. سجيد أكرم 50 سنة، نفيذ أكرم 24 سنة. 15 قتيل و42 جريح. هل ممكن اللي حصل ده يأثر في موضوع الهجرة في الأعداد بالذات من البلاد أو الدول العربية؟ هل كانوا تبع تنظيم الدولة الإسلامية داعش زي ما بيتقال دلوقتي في الأخبار؟ إيه كانت الدوافع وراء الحادثة الإرهابية دي؟ ومنين أصلا جابوا الأسلحة دي كلها؟ صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ انا كنت عامل حسابي ان انا هطلع في فيديو اتكلم بقى على السيت اب الجديد والكلام ده كله، بس للاسف اول فيديو اطلع فيه بالحاجات الجديده والميكروفون والحاجات دي كلها ما كانش خالص الفيديو اللي في بالي، ولا كان الموضوع اللي انا كنت بفكر او ناوي اطلع اتكلم فيه اصلا. يوم الاحد اللي فات 14 ديسمبر الساعه 7 الا ربع بالليل في سيدني ولايه نيو ساوث ويلز في استراليا، وعلى واحد من هو تقريبا اشهر شاطئ موجود هنا في استراليا كلها، شاطئ بونداي، اتعملت اكبر حادثه ارهابيه في تاريخ استراليا كلها. واثناء ما الجاليه اليهوديه في سيدني عاملين تجمع كده ليهم عشان عيد الهانكا، عيد الاضواء، في جنب شاطئ بونداي، عاملين تجمع كده وقافلين على نفسهم، مئات الناس موجودين هناك عاملين زي سيكشن كده ليهم. واثناء الاحتفالات اتنين مسلحين طلعوا على الكوبري اللي بيطل على الشاطئ والتجمع ده كله، وبداوا يضربوا نار على الناس. واتضح بعد كده ان الاتنين المسلحين دول هم اب وابنه. 9 دقايق كاملين بيضربوا النار على الناس. اول 4 دقايق كانوا الاثنين مع بعض وبعد كده اتفرقوا. الابن فضل على الكوبري والاب نزل على الارض، وفضلوا مكملين يضربوا نار لحد ما راجل قرب من الاب من ورا، وفي لحظه هجم عليه وخد منه السلاح والبندقيه بتاعته. بعد كده وجه ناحيته السلاح ولكنه ما ضربش نار، وللاسف الاب طلع تاني للكوبري وسلح نفسه وكمل ضرب نار على الناس. وفي خلال ضرب النار ما بين الاثنين والبوليس، الاب اتصاب وبعد كده الابن اتصاب ووقف ضرب النار تمام. الاب سجيد اكرم اتقتل من عناصر الشرطه، والابن نفيذ اكرم اتصاب ووقع مكان الحادث، وبعد كده البوليس قبض عليه وهو حاليا في المستشفى. الاب سجيد اكرم 50 سنه وابنه نفيذ اكرم 24 سنه. الاب وابنه قالوا للعيله بتاعتهم يعني ان هم هيروحوا طالعين رحله صيد. اتضح ان هم مأجرين في زي اير بي ام بي كده في حي كامسي حوالي 40 دقيقه من بونداي، اجروا هناك اوضه وبعد كده خدوا حاجتهم وطلعوا بالعربيه ركنوها جنب شاطئ بونداي وطلعوا على الكوبري قدام الشاطئ ده، وبداوا ان هم يضربوا النار على الناس اثناء الاحتفال. الحادثه اتصنفت ان هي حادثه ارهابيه وتوجهت لنفيذ اكرم 59 تهمه متعلقين كلهم بالارهاب، وانه اتسبب في وفاه 15 شخص خلال الهجوم ده. وللاسف استراليا حاليا ما فيهاش عقوبه الاعدام، وده معناه انه هيقضي حياته كلها في السجن. نتيجه الحادثه دي ان في 15 شخص ماتوا من الناس اللي كانت بتحتفل ديت، كلهم من الجاليه اليهوديه اللي كانت بتحتفل بالعيد على الشاطئ، وكان منهم البنت الصغيره دي واللي كان عمرها 10 سنين بس، ماتيلدا. الابن نفيذ اكرم وده مولود هنا في استراليا، والاب سجيد اكرم وده اتضح ان هو معاه رخصه حمل سلاح بغرض الصيد من سنه 2015، وكان مرخص ليه انه يكون معاه 6 اسلحه، وتبين بعد كده ان هو استخدمهم كلهم في الحادث. وحاليا رئيس الوزراء انتوني البانيز طلب من البرلمان ان هم يعملوا تدقيق في موضوع حيازه السلاح ده عشان الحادثه دي ما تتكررش ان شاء الله ابدا في المستقبل. وفي كلام ان الاثنين يعني خدوا الفكره من او الهموا بالفكره من تنظيم الدوله الاسلاميه داعش، وانهم سافروا الفلبين في شهر نوفمبر اللي فات عشان يتعمل لهم زي تدريب ومعسكر هناك، لان الشرطه واثناء التفتيش العربيه بتاعتهم لقت علامين لتنظيم الدوله الاسلاميه فيها. ده غير ان هم واثناء تفتيش العربيه بتاعتهم اكتشفوا قنبله بدائيه الصنع، ولكن لسه حتى الان مفيش اخبار مؤكده، لان التحقيقات لسه حتى الان مستمره، ولسه مش عارفين ايه بالظبط كانت الدوافع وراء الهجوم ده. نفيد فاق من الغيبوبه بتاعته يوم الثلاث اللي فات، حاليا في المستشفى تحت حراسه مشدده، ولكنه ولحد دلوقتي رافض ان هو يتكلم او يقول اي تصريحات. في اخبار ان عيلتهم كلها هتترحل اصلا بره استراليا. بالنسبه لاحمد الاحمد 43 سنه وهو اب لطفلين سوري الاصل، وعنده محل فواكه في سيدني، ونتيجه اطلاق النار دوت اتضرب بالنار واتصاب مرتين، مره في كتفه ومره في دراعه، واللي ربنا ان شاء الله يقومه بالسلامه. فالنيو ساوث ويلز بريمير المحافظ بتاع الولايه كريس مانس زاره في المستشفى، وكمان رئيس الوزراء انتوني البانيز راح كمان زاره في المستشفى. استراليا ما عندهاش رئيس، هي عندها زي المانيا كده مثلا لما كان فيها رئيس الوزراء ميركل هي اللي ماسكه كل امور الدوله. استراليا برضو ما عندهاش رئيس، هي فيها رئيس وزراء
هو ده بمثابة الرئيس، وهو حاليا أنتوني ألبانيز. ده غير إن في حملة تبرع اتعملت لأحمد، واللي تقريبا دلوقتي داخلة على $1,000,000. والناس كمان راحت للمحل بتاعه اللي موجود في سيدني، وبدأت إن هي تحط ورد وجوابات عشان تشكره فيها على العمل البطولي اللي هو عمله ده. الحمد لله إن اللي قدر إن هو يوقف العمل الإرهابي دوت كان مسلم، لأن لو الحادثة دي كانت اتصنفت إن هي اتصنفت خلاص إن هي حادثة إرهابية، بس لو كانت اتصنفت إن هي المسلمين عملوا حاجة مع اليهود كان ممكن فعلا الدنيا تولع. فربنا يستر ان الحادثه ما تعملش مشاكل الفتره الجايه، ويطلع حد مثلا من اي جاليه تانية زي ما حصل قبل كده. وكان في حد استرالي سافر نيوزيلندا ودخل على الجوامع كلها يضرب نار على الناس، وصور الموضوع ده بكامل على صدره. وقعدنا هنا فتره فعلا، وساعتها انا كنت في سيدني، وكان ساعتها البوليس بيأمننا واحنا بنصلي في الجوامع وكده. فربنا يستر وان الحادثه دي ما تعملش مشاكل ما بين الجاليات والديانات هنا. دايما كنت بقول لنفسي وللناس صحابي وحتى في القناه وانا بتكلم ان استراليا هي امن بلد في العالم حاليا، بعيد عن كل اللي بيحصل في اي حته تانية. هي جزيره كبيره معزوله، بعيد عن اوروبا واللي بيحصل في روسيا واوكرانيا، وكمان بعيد عن كل اللبش اللي بيحصل في الشرق الاوسط حاليا. ولكن بعد الحادثه دي انا مش عارف الصراحه ايه اللي هيحصل. هل ده ممكن لا قدر الله يعمل مشاكل هنا عرقيه؟ هل ممكن حادثه زي كده تحصل تاني؟ لان دي ممكن تتصنف ان هي حادثه ارهابيه طبعا، واللي عملها غالبا مسلمين. بس ستر ربنا والحمد لله ان احمد الاحمد ده سوري الاصل، طلع في الاخر الحمد لله مسلم، وان هو يعني حاول على قد ما يقدر الحمد لله، يعني ربنا يقومه بالسلامه. وان هو مسلم يعني، فالموضوع ممكن يخلي الناس تفرق شويه بين اللي هي المسلمين والناس اللي هم الاكستريمست، اللي هو اللي هم زي اللي عملوا الموضوع دوت كده. فربنا يستر وما يحصلش مشاكل او حوادث ارهابيه تانية، ما يطلعش حد مجنون كده من الجاليه اليهوديه او من اي جاليه تانية يعمل مصيبه. وهل ده ممكن يأثر اصلا كمان على اعداد، ممكن يأثر على موضوع الهجره بصفه عامه؟ هل ممكن يتعمل زي امريكا كده، جنسيات معينه مثلا او ديانات معينه ممكن تتمنع من ان هي تهاجر لاستراليا؟ ما اعتقدش يعني حاجه زي كده هتحصل، لان الموضوع كله هجره كفاءات. بس الله اعلم ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه. هل ممكن اعداد الهجره اصلا كمان تقل؟ هل ممكن يقللوا الاعداد مثلا من بلاد معينه؟ ممكن يحظروا حاجات معينه؟ الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل او ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه، لان دي اتعرفت كده انها اكبر حادثه ارهابيه في تاريخ استراليا كلها. 15 قتيل و42 جريح. فخلينا نشوف الايام اللي جايه ايه اللي هيحصل.